منخفض حراري موسمي. السلام عليكم متابعي قناة شاكوماكم أحسن سعيد قبل البدء. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من أخبار العاجلة والمهمة. منخفض الحرارة يتمدد والغبار يتصاعد في هذه المناطق. تشير وثائق الطقس الرسمية اليوم الخميس إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض حراري موسمي مصحوب بكتلة هوائية جافة، ليكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة ومستقرا بوجه عام. وذكرت هيئة الأنواء الجوية في بيانها أنه يستمر تأثر البلاد بامتداد منخفض حراري موسمي مصحوب بكتلة هوائية جافة، ليكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة ومستقرا بوجه عام، مع سماء صافية يتخللها ظهور سحب متفرقة أقصى شمال البلاد. وتابعت أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجلت يوم أمس، مع انخفاض طفيف في بعض المناطق، مشيرة إلى أن الرياح ستنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار والأتربة خصوصا في المناطق الصحراوية، مع بعض التقلبات التي تشهدها المناطق الشمالية. وأضافت أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة عموما، لافتة إلى أن الرياح ستكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتابعت أن طقس يوم السبت سيكون صحوا مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، مع درجات حرارة مقاربة عموما، مبينة أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.